تموت عشان الناس قاعدة في الفنادق، ما تموت عشان دلقوا وعائلة دلقوا تتنعم بالدولارات والقصور وأبنائه في القصور، ولدك ده يموت ويتيتم وانت بتدافع عن دلقه. راجع نفسك وتذكر ده ما عنده ذنب، انت تموت عشان دلقوا عبد الرحيم دلقوا واخوه الكوني يتمتعوا يركبوا الطائرات وقاعدين في الفنادق يعيشوا اولادهم عايشين في قصور، ولدك ده بعدين يموت يتيتم. ولدك ما محتاج قروش بعد موتك، ولدك محتاج ليك انت. الصغير ده يا احمد محتاج ليك انت، يقول بابا، يقول ابوي قدامي تكبره وتقرب وتعرس له. ده الكلام اللي تسمعه، مش تموت لزول اصلا قاعد برا البلد دي، ما قاعد معك في البيت، ولا اولاده قاعدين معك، ولا اهله قاعدين معك، اهله ما قاعدين معك. اسمع الكلام ده انا بقوله لك، اعتبرني اخوك. ولدك ده ما يتيتم، ذنبه شنو؟ يا قضية حتجيب لي ولدك مكانتك مكانة الاب. البلد دي مش شيلنا، البلد دي مش شيلنا، والجيش في بابه مفتوح. تعال لحضن الوطن، تعال وخلي بالك من اولادك. ومنعوا القضية بتحرم اب من اولاده، منعوا القضية بتخرب بيت وعمود البيت بيموت فطيس عشان الناس تعيش غيره. وانت عارف يا ريت لو كانوا عايشين عيشة الرجال، عايشين عيشة وجادعينكم انتم. حتى القروش بدوكم فتات القروش وهم بياخدوا مليارات الدولارات في جيوب. اسمع الكلام ده كويس يا احمد، اسمعوا كويس. وقول واحد اسمه ولد الصحافة قالوا لي، انا قلت لك والله بيطيب خاطر، عمري انا ما عينت لك، والله ما عينت لزول عدوي في الدنيا، ما دام انت سوداني والله انا ما عينت لك انت عدوي. وارجع بقول لك عاين وفكر للمرة الألف، وما في صلاتك وفي صيامك عاين لأولادك دي، وعاين لمرتك اللي انت شلتها من أهلها. ما تقول لي العاطفة كعبة، العاطفة والقلب والكلمة الحنية دي ربنا خلق فينا، لو ما سمح ربنا ما خلق فينا. وربنا ما بيخلق في البني آدم حاجة عبث. ممكن كلام العقل ما يجي معك، لكن ممكن كلام القلب ده وكلام الحنية دي والمحنة تجيبك معك. أنا ممكن أفتح التعليقات دي، أفتح الجستات دي واسمع كلام أولاد البلد بيقولوا شنو. شوف بيقولوا عنك شنو، شوف الناس دي ضدك ولا معاك، شوف الناس دي دايرينك تكون معاها عشان تعمر بلدك، عشان تكون جنب ولدك ده. يا صحابة كتر خيرك يا غالي، وبارك الله يديك العافية يا زول، وربنا يحفظك لأولادك. امين ان شاء الله. تسلم كثير. بخير ان شاء الله. تسلم.